سنبدأ هذه الحلقة من المغرب وملف الصحراء. تعرفون طبعا التطور الأخير والكبير وربما التاريخي في هذا الملف. سنبحث في هذا القرار وأيضا أثره المباشر على هذا الملف والعلاقة مع الجزائر، وأيضا موقف جبهة بوليزاريو. مجلس الأمن كما تابع طبعا الكثير منكم ربما صوت لصالح مشروع قرار أمريكي يدعم مبادرة المغرب للحكم الذاتي في إقليم الصحراء. إذن قرار يميل لصالح المغرب إجمالا. ملك المغرب محمد السادس سارع إلى إلقاء خطاب دعا فيه، خطاب متلفز بالطبع، كان مساء يوم الجمعة، دعا فيه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى حوار أخوي وصادق. كلام جميل الحقيقة، حوار أخوي وصادق بين البلدين لتجاوز خلافاتهما وبناء علاقات جديدة تقوم على الثقة وروابط الأخوة وحسن الجوار. للأمانة بين قوسين الرد الجزائري لم يأتي بعد على هذا الخطاب الودي والجميل. وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة اعتبر أن حل المشاكل مع الجزائر أقرب اليوم من أي وقت مضى. سنفتح الباب طبعا لتعليقات الجمهور بعد قليل، نعطي الأولوية للمغاربة والجزائريين طبعا، لكن الباب مفتوح للجميع ونحاول أن نوازن بين متصل من الجزائر ومتصل من المغرب للحديث حول هذا القرار. مواقف أطراف الملف، طبعا المغرب رحب وسعيد بذلك بل واحتفل، بوليزاريو رفضت، والجزائر إلى حد الآن صامت على حد علمي، وإذا أخطأت صوبوني. سنعود لكل هذه النقاط في ساعتنا الأولى. أهلا بكم. اعتمد مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة قرارا يدعم مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب عام 2007 لتسوية قضية الصحراء الغربية، في خطوة وصفت بأنها تحول لافت في الموقف الدولي تجاه النزاع الممتد منذ نصف قرن. جاء تأييد مجلس الأمن لمشروع القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة بعد موافقة 11 عضوا من أعضاء المجلس وامتناع دول روسيا والصين وباكستان عن التصويت، فيما لم تشارك دولة الجزائر في التصويت. الجزائر بررت عدم مشاركتها في التصويت بأن مشروع القرار لا يرقى لمستوى تطلعاتها، هكذا قالت الجزائر. ودعا مجلس الأمن جميع الأطراف إلى الانخراط في مفاوضات بناء على خطة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب لأول مرة إلى الأمم المتحدة عام 2007. كما مدد مجلس الأمن ولاية البعثة الأممية في الصحراء الغربية المينورسو لمدة عام حتى نهاية أكتوبر العام المقبل. ينص المقترح المقدم منذ 18 عاما على إنشاء سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية محلية في منطقة الصحراء الغربية يختارها سكانها، بينما تحتفظ الرباط بالسيادة على شؤون الدفاع والخارجية والشؤون الدينية. أكرر حتى فقط أقرب الصورة، القرار هذا مشروع القرار اللي اقترحه المغرب ويبدو أنه مجلس الأمن الآن يؤيده. ينص، وهو مقدم على فكرة منذ 18 عاما كما قلت، ينص على إنشاء سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية محلية في منطقة الصحراء الغربية يختارها سكان الصحراء، وتحتفظ طبعا الرباط السلطة المركزية بالسيادة على شؤون الدفاع والخارجية والشؤون الدينية. عقب اعتماد مجلس الأمن للقرار ألقى ملك المغرب محمد السادس كلمة للشعب المغربي قال فيها إن هذا القرار يعد مرحلة في مسار ترسيخ مغربية الصحراء والطي النهائي لهذا النزاع المفتعل في إطار حل توافقي على أساس مبادرة الحكم الذاتي. وأضاف ملك المغرب أنه رغم التطورات الإيجابية لقضية إقليم الصحراء سيبقى المغرب حريصا على إيجاد حل لا غالب فيه ولا مغلوب يحفظ ماء وجه جميع الأطراف. وكلام الحقيقة بدا ودي وجميل. ودعا العاهل المغربي أيضا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى حوار أخوي صادق بين المغرب والجزائر من أجل تجاوز الخلافات وبناء علاقات جديدة تقوم على الثقة وروابط الأخوة وحسن الجوار. وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة اعتبر من جهته أن حل المشاكل مع الجزائر أقرب اليوم من أي وقت مضى في حال توفرت الإرادة السياسية. بوريطة تابع أن الحوار المباشر بين البلدين أحسن من أي وساطة لحل المشاكل، فقط يقول
يجب أن تكون هناك الإرادة السياسية. في المقابل أكد زعيم حركة البوليزاريو إبراهيم غالي أن جبهة بوليزاريو لن تكون طرفا في أي مفاوضات لا تحترم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. يعني واضح بأنه رفض لهذه الخطوة. وشدد غالي خلال لقائه قادة جبهة بوليزاريو على أن العنصر الحاسم في معادلة حل النزاع في الصحراء الغربية هما الشعب الصحراوي وجيش التحرير، واللذان عليهما مواجهة ما وصفها بمؤامرات العدو المغربي الذي أقدم على هذه الخطوة بمساعدة أطراف نافذة بمجلس الأمن وفق قوله. تعد دولة الجزائر من أكثر الدول دعما وتأييدا لجبهة البوليزاريو، إذ تقدم دعما سياسيا ودبلوماسيا وعسكريا وإنسانيا أيضا للجبهة، وتتبنى مواقف مؤيدة لها في المحافل الدولية خصوصا داخل الاتحاد الإفريقي ومنظمة عدم الانحياز. يتهم المغرب الجزائر بدعم انفصال الصحراء عن المغرب وتقويض جهود التسوية الأممية، ويعتبرها طرف رئيسي في النزاع وليست مجرد دولة جوار. طيب، أردنا أن نوضح طبعا قدر الإمكان ماذا يعني هذا القرار وأيضا مواقف الأطراف المختلفة. الجزائر الحقيقة لم يعطي موقفا صريحا وواضحا إلى حد الساعة بعد هذا القرار، باستثناء أنه يعني لم يصوت وقال بأنه هذا لا يلبي طموحاته. كيف سينعكس هذا القرار على ملف الصحراء إجمالا؟ هل سيسهم في تسهيل الحل أم في تعقيد الملف أكثر؟ هل ترون في القرار ربما إنجاز دبلوماسي حقيقي للمغرب نجح في جمع هذا العدد من الدول لتأييد موقفه؟ ثم كيف بدا لكم موقف بوليزاريو من القرار؟ لأنه إبراهيم غالي واضح بأنه يعني معارض. ثم هل تقبل الجزائر بما ذهب إليه مجلس الأمن أم تتصلب في موقفها؟ وأنا تابعت الحقيقة حوار سابق للرئيس تبون يقول بأن الجزائر طول عمرها مع القرارات الدولية وملتزمة بما تذكره الأمم المتحدة أو مجلس الأمن، فلماذا إذن الجزائر لم يعلن التزامه إلى حد لحظة بما ذهب إليه مجلس الأمن؟ هذا مطروح. طبعا سيكون معنا ضيف، نحاول أن يكون معنا ضيف في نصف الساعة الثاني من الجزائر، لكن الآن نرحب بضيفنا الأول من الرباط الأستاذ بلال التليدي الباحث والمحلل السياسي. سيد تليدي، مساء الخير. قرار من مجلس الأمن بدأ أقرب إلى رؤية المغرب، كيف تابعتم هذا ربما الاحتفال الرسمي والشعبي إنجاز القول بهذا القرار، ولماذا اعتبر إنجاز للدبلوماسية المغربية هذا القرار؟ في الواقع رسميا الدولة يعني لا تريد من هذا الحدث أن يتحول إلى لحظة انتصار يمكن أن يثير حساسية لدى جيراننا الأشقاء. ففي نهاية المطاف نحن أشقاء ولا نريد أن يكون هناك غالب ومغلوب. خطاب الملك يتحدث عن 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 عن, عن انتصار، ولكن ليس انتصارا مذلا لأي طرف، بل هو إن شاء الله عز وجل انتصار رابح انتصار للجميع. نعم. أنا أعتقد بأن هذا القرار هو حاسم وتاريخي، لأنه غير الطبيعة القانونية لهذا الملف، لأن هذا الملف كان في الأمم المتحدة يعني إقليم الصحراء كان ينتمي إلى المناطق غير مشمولة بالحكم الذاتي، وطبقا أيضا للمنظور الأممي كانت الصحراء يعني ترزح تحت سيادة إدارية وليست سيادة سياسية. اليوم بعد هذا القرار تغير هذا الإطار القانوني بشكل كامل، فأصبح هناك اعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء على أساس أن التفاوض سيكون حول الحكم الذاتي، أي أن الحكم الذاتي سيكون إطارا للتفاوض وسيكون نتيجة بما يزكي السيادة المغربية على الصحراء. الآن التفاوض سيكون حول مضمون الحكم الذاتي، والذين يقولون بأن القضية انتهت، لا، القضية لا تزال، ولكن الذي تغير هو الإطار العام للقضية، الإطار القانوني. هذه نقطة مهمة سيد تليدي، يعني نعم. اسمح لي فقط نعم. حتى نعبر نقطة حتى نوضح المسألة نعم. للجمهور. التفاوض نعم. حول الحكم الذاتي، لكن التفاوض مع نعم. من؟ والحال أن جبهة يعني بوليزاريو رفضت تقريبا، وأنت استمعت لكلام إبراهيم غالي. نعم، أنا شخصيا
يعني لا أعبأ كثيرا للتصريحات التي تأتي يعني بشكل رد فعل. اليوم أنت تلاحظ بأنه حتى في الجزائر ليس هناك خطاب رسمي واحد، هناك خطاب أحيانا يصل إلى درجة الحديث عن الانتصار داخل الأمم المتحدة، لأنه استطاعت الجزائر أن تبطل جملة بنود واردة في المسودة الأولى، وأن هذه التعديلات تمثل انتصارا للدبلوماسية الجزائرية. ولكن لحد الآن ليس هناك كما قلت في التقرير ما يفيد بأن الجزائر ستعطل مضمون قرار مجلس الأمن. إذا كانت البوليزاريو تقول بأنها في بعض تصريحات مسؤولية بأنها ترفض ذلك، فهناك من يقول بأنها هي مستعدة للتفاوض. هو الحقيقة لغة مختلفة. نعم، هو سيدة تليدي أيضا لو بالتأكيد تبعت بنود هذا القرار، هناك إشارة أيضا لترك الباب مفتوح أمام حق تقرير المصير، وهذا ربما ما بدا وكأنه محاولة للتوازن. أستاذ صالح، تقرير المصير في القانون الدولي، ونحن لا نحتاج إلى يعني هذه الطلبة في المراحل الأولى الجامعية في القانون يعرفون ما معنى تقرير المصير. تقرير المصير له أشكال مختلفة، وحتى وزير الخارجية لافروف تحدث عن أن الحكم الذاتي هو شكل من أشكال تقرير المصير. الذين يتصورون أن تقرير المصير هو الاستفتاء هذا ضعف الثقافة القانونية. تقرير المصير هو النتيجة، هو العمل اليومي، بمعنى قد يكون تقرير المصير بالاستفتاء، وقد يكون بالحكم الذاتي، وقد يكون بالاختيارات التي يقبلها الشعب من خلال المؤسسات ومن خلال الاقتراعات ومن خلال الاستحقاقات. إذن الواضح في القرار أن التفاوض سيكون بناء على المقترح المغربي للحكم الذاتي واستنادا إليه، أي أن نقطة البداية ستكون هي الحكم الذاتي ونقطة النهاية ستكون الحكم الذاتي. لكن الإشكال الموجود الآن في التفاوض هو ما بين نقطة البداية ونقطة النهاية، أي التفاوض على العلاقة بين الإقليم وبين المركز، المؤسسات، الصلاحيات، الاختصاصات. هذه القضايا كلها ستكون محل نقاش. لكن أختصر معك وباختصار سيدة تليدي، في النهاية هذا الحوار إن تم سيكون تحت رعاية دولية، أليس كذلك؟ وماذا بخصوص إذا تلكأ الطرف الآخر بوليزاريو لم يبادر إلى فتح هذا الحوار؟ ماذا سيكون الواقع حينها باختصار شديد؟ باختصار شديد، الذي يقف ضد الشرعية الدولية يكون مصيره أن يتعرض إلى كلفة سياسية وأمنية في المنطقة، لأن البوليزاريو قد تصنف على أساس أنها جماعة، وهذا له كلفة أمنية وسياسية ليس فقط على البوليزاريو ولكن حتى على الجزائر. نتمنى أن لا يكون هذا السيناريو واردا على الإطلاق. السيد بلال تليدي الباحث والمحلل السياسي، كنت معنا من الرباط، أشكرك جزيل الشكر. في انتظار أن يكون معنا بعد قليل ضيف من الجزائر أيضا لنستمع للرواية الجزائرية. حاولنا الحقيقة أيضا أن نصل إلى شخصية من جبهة بوليزاريو، لم نوفق في ذلك. إذا كان هناك من يتابعنا من جبهة بوليزاريو ويقدم نفسه يشارك معنا سنكون سعداء بذلك. دعونا نتابع جانب من كلمة ملك المغرب عشية هذا القرار، يعني بعد القرار أقصد. سارع الملك المغربي لإلقاء خطاب في الشعب المغربي ورحب بالقرار، ووجه أيضا دعوة للرئيس الجزائري لحوار صادق وأخوي. نتابع. 50 سنة من التضحيات، ها نحن نبدأ بعون الله وتوفيقه فتحا جديدا في مسار ترسيخ مغربية الصحراء والطي النهائي لهذا النزاع المفتعل في إطار حل توافقي على أساس مبادرة الحكم الذاتي. وإنه من دواعي الاعتزاز أن يتزامن هذا التحول التاريخي مع تخليد الذكرى 50 للمسيرة الخضراء والذكرى 70 لاستقلال المغرب. وبهذه المناسبة يسعدني أن أتقاسم معك اليوم مشاعر الارتياح لمضمون القرار الأخير لمجلس الأمن. إننا نعيش مرحلة فاصلة ومنعطفا حاسما في تاريخ المغرب الحديث، فهناك ما قبل 31 أكتوبر 2025 وهناك ما بعدها. يوسف من المغرب، مساء الخير.
مساء الخير يا اخي صالح، السلام عليكم. وعليكم السلام. اولا يا اخي اشكر الشعب الليبي، اغلبيه الشعب الليبي واغلبيه الشعب التونسي واغلبيه الشعب الموريتانيين الذين هم يحبون المغرب ومع المغرب ويتعجبون. الكل يحب المغرب حتى الجزائر، ودعنا من هذه الإشارات. تفضل اعطيني موقفك من القرار. على كل حال واصل يوسف. المهم موقفي من القرار، الدول العظمى قالت كلمتها، قالت نحن مع المغرب ومع الحكم الذاتي ومع الأطروحة المغربية، وقالت لا للأطروحة الجزائرية والاستقلال الذي تطلب به والأوهام التي تحلم بها، وضربت عرض الحائط بجميع أحلام الجزائر والتي صرف ملايير على الأمريكيين وعلى الجمعيات العالم والأفارقة وجميع الدول لتكتسب الود ولم تكتسب أي شيء. الدول العظمى قالت كلمتها، نحن مع أطروحة المغرب ولا لأوهام والأحلام الجزائرية. يا يوسف يا عزيزي، أنا أذكر جيدا عندما طرحت أزولاي رئيسا للحكومة في المغرب، وأعرفك جيدا ميولاتك ودورك. لماذا ملك المغرب خطابه كان ودي وأخوي أكثر منك؟ لأنك أنت وأمثالك تريدون زرع الفتن بين الجزائر والمغرب ولا تريدون حلا. نعم يا عزيزي، نعم يا عزيزي، هذا الواقع. تفضل وضح. أنا أقول رأيي، أنا لست راضيا عن كلام محمد السادس. أنا مع تدمير البترول والغاز الجزائري واسترجاع الصحراء الشرقية، وعندما يدمر البترول هذا هو الموقف الصحيح متآمر على العلاقة المغربية الجزائرية، وأنت وأمثالك من أذناب هذا الطابور. شكرا لك، أو لا تستحق الشكر أصلا. شكرا لك، شكرا على المشاركة، ولكن لا شكر على موقفك. لاحظ، هذه هي مشكلة الأمة. بعض هذه النماذج هم خدم للتآمر على الأمة. وأنا أقول لأهلنا في الجزائر وأهلنا في المغرب، هذه الأصوات لا تمثلكم جميعا. التزموا بالحوار الأخوي الصادق كما قال ملك المغرب، وكل المشاكل قابلة للحل. لكن من يسعى لتدمير العلاقة والعزف على هذا الوتر هو المحتل الصهيوني وأذنابه ومن يريدون تدمير هذه الأمة. حسن من فرنسا. بل حسين. مساء الخير يا سي صالح. يا هلا بيك. يا أخي أنا نظن هذا القضية هذه تصبح معقدة أكثر من قبل، خاطر القرارات هادو ما همش واضحين. أنا تمنيت باللي يكون قرار واضح، يكون مثلا القرار يقول باللي الصحراء مغربية ما فيها حتى تفاوض، ومع هذاك التفاوض بيناتهم يقول الصحراء مغربية وخلاص، ما كان لا حكم ذاتي ولا ما لا حكم هذا آخر. والله يقول القرار باللي الشعب الصحراوي هو يقرر، إذا كان حب يولي مغربي، إذا كان حب يستقل، ولا كان يقبل بالحكم الذاتي يقبل بالحكم الذاتي. لا هو حسين على كل حال أنت تفهم القرار كما يبدو لك، ولكن القرار واضح. القرار يميل إلى الحكم الذاتي والتفاوض بين الطرفين، لأن المسائل لا تأتي إكراها. التفاوض بين الطرفين المقصود له هنا من يمثل الشعب الصحراوي، من يمثل المغرب، حوار حول هذا الحكم الذاتي. طبعا الآن يصبح تقسيم الصلاحيات والموارد وما إلى ذلك. المسألة واضحة جدا، أنت لا تراها واضحة، هذا يعود لك. شوف أنا نظن كما بحث رأينا القرار هذا يأزم القضية. شوف هذه كان في المخيمات كما بحث برأي اللي سمعت به، كان بين 90 و120 ألف صحراوي. هادو غدوة مثلا ها متفاهموا سيدي على الحكم ودخلوا للصحراء، وين راح تسكنهم هادو؟ واش عطيهم خدمة وبعد تصرفوا بين الصحراويين؟ هذا كله قابل للحوار لاحقا. شكرا لك على كل حال حسين. يعني إذا قبل الصحراويون بهذا المبدأ وهو الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية والتفاوض لاحقا كما قلت على الصلاحيات وطريقة إدارة الحكم وتبادل وتقاسم الأدوار وما إلى ذلك، كل هذا يعني ملفات تابعة ويمكن حلها. عبد الحفيظ من المغرب. السلام عليكم. وعليكم السلام. صالح تفضل. لاباس عليك؟ الله يبارك فيك. أتلجت قلبي الله يجازيك بخير، تلجت قلبي على الرد
على هذاك يوسف الامازيغي في جبال الاطلس، مع احتراماتي الامازيغيه ما عندوش العرض ديما هذاك. واش الناس اللهم لك الحمد حنا خوت مسلمين بحالنا بحال الجزائر، الافوت تيكون هو تيدور يشعل النار ويدير وما فينا من بلاصه كاين كاع هو دابا كيشعل في العافيه بدون جدوى بدون معنى. الله يجازيك بخير. داك الشيء بغيت نقول لي راه قلتو عندك هذا وهذاك عرفات ديال مصر راه مضيعين هذا البرنامج كنعذفوه من جرد الصوت ديالهم. واسمح لي شكرا وعاش الملك. والصحراء مغربيه يقبل اللي قبل ما قبل شغلو هذاك وحنا كنعرفوا واش كنديروا. ما يدخل لينا دابا هو يقول لنا الصحراء الشرقيه، انت بغيت تورينا حنا الصحراء الشرقيه وتورينا كذا. خلينا نمشيو مع الوقت بخير وعلى خير. شكرا لك عبد الحفيظ، اشكرك. والمغرب الحقيقه انا اقول بصدق يعني خطاب الملك وحتى وزير الخارجيه هي خطابات اخويه وديه، وايضا امتناع المغرب او تعففه عن الاحتفالات ايضا اثاره جميله بانه ليس غالب ولا مغلوب. هذه القضيه في ايادي مجلس الامن والكل منتصر. ايضا اذا عادت العلاقات بين الجزائر والمغرب الجزائر سيستفيد كثيرا. طبعا هناك احتفالات جرت في مدينه العيون، سنتابع مشاهد بعضها الان، نتابع اذا. أنا من خلال متابعتي هذه الاحتفالات جرت عفويا في مدينة العيون، والمغرب الرسمي ابتعد عن مظاهر الاحتفالات حتى لا يرسل رسائل ربما قد تظهر حساسية لدى الإخوان في الجزائر. وهذا موقف يعني يحسب للمغرب الحقيقة جميل، حتى لا يبدو الأمر منتصر وخاسر، لا، الكل منتصر. المسألة في أيادي مجلس الأمن، والآن ما يقرره تقرر والكل منتصر. أنا الحقيقة يبدو لي إلى الآن المسألة في سياق جميل وودي وأخوي. أبو عبد الله من النمسا. السلام عليكم أستاذ صالح. وعليك السلام. شكرا على قبول المداخلة. أستاذ صالح، أقول لك مشكلة الصحراء لن تحل إلا بسحب شقيقتنا الجزائر أيديها من المشكل. وأتمنى من أخوتنا الجزائريين أن يتفهموا الوضع ويسيبوا المشكل إلى المغرب. وأتمنى من الأخوة الأمازيغ الصحراء أن يحكموا العقل ويرجعوا إلى الحكم المغربي والاتحاد قوة. هذا المشكلة الآن لن تحل. أقول لك أنا ما بوش حل إلا إذا سحبت شقيقتنا الجزائر أيديها من هذا المشكل. واضح. شكرا لك أبو عبد الله، أشكرك أبو عبد الله من النمسا. قبل أن نستقبل مداخلة عبد القادر من المغرب، هناك حوار يعني منذ مدة للرئيس تبون يؤكد فيه في هذا الباب التزام الجزائر دائما بالقرارات الدولية، وهذا الحقيقة ينطبق أو يتسق مع ما يجري الآن. يعني أن الجزائر يفترض يلتزم بما ذهب إليه مجلس الأمن ويسير في هذا الاتجاه، وبالتالي يبدأ الحوار مع المغرب ويتاح الباب لحوار مغربي صحراوي وتنتهي هذه المشكلة وتعود المياه إلى مجاريها. نتمنى كل ذلك على كل حال، لكن نتابع هذا الجانب من تصريحات سابقة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. لا تحترم القانون وقانون الدولي، وعمر الجزائر منذ استقلالها إلى يومنا هذا ما خرجت بمليمتر على القانون الدولي. احنا الدولة الوحيدة ربما تبدأ عدم التدخل في شؤون الغير، عدم التدخل والسماع والطاعة للأمم المتحدة، القوانين الدولي. نعم، الأمم المتحدة اللي تقرر الأمم المتحدة احنا نطبقوه. الأمم المتحدة اللي تقرروا نحن نطبقوه. كلام واضح وصريح. عبد القادر من المغرب. السلام عليكم. وعليك السلام. سلام أخي صالح، بخير؟ يا أهلا بيك.
يا أخي مع العلم أن المغرب استرجع الصحراء ديالو 1975، وهذا القرار ديال 27/97 هو قرار تأكيد من عند الدول العالم على الحكم الذاتي. أما الصحراء رحنا فيها ما يزيد على تقريبا 50 سنة، بقات واحد 3 أيام ولا 4 أيام، 50 سنة ملي حنا في الصحراء ديالنا. وحنا راك تشوف انت، كنت درت عده حلقات على الايادي الممدوده ديال الملك الله ينصرو، ونتمنى ان شاء الله يكون واحد الصلح، ويكون ان شاء الله واحد الصلح ما بيننا كعرب، والدين ديالنا كيوصينا على الصلح، ويوصينا على التسامح. علاش ما نمشيوش نطبقوا واحد الحاجه من الدين ديالنا، يكون واحد التسامح ان شاء الله. جميل جدا عبد القادر. يعني انت ترى انه أي جلسة على الطاولة بين المغرب والجزائر كفيلة بحل هذا الإشكال الآن بعد القرار من مجلس الأمن؟ لما لا يحل المشكل. إن كان واحد كان متصل قبلي قال لك 120,000 ما كايناش 120,000 ديال الناس خوتنا اللي في تندوف الصحراء اللي ما كايناش 120,000، هذه ما كايناش. كاين الله واحد 65 35 40، هذا الشيء اللي كاينه. طب عبد القادر دعني افترض وانا امل ذلك الحقيقه، دعني افترض ان الجزائر يقول انا مستعد للجلوس مع المغرب بعد هذه الخطوه لمجلس الامن، ودعونا نبدا صفحه جديده. لكن خلال الحوار بين الجزائر والمغرب كان الجزائر صريح وواضح، يقول مثلا باني لست سعيدا بالعلاقه المغربيه السعوديه، وهذا يشكل خطر على الأمن القومي المغربي والأمن القومي الجزائري، وأنا أطلب من المغرب بشكل أخوي أن يلغي اتفاقيات السلام مع المحتل الصهيوني. هل ترى أن المغاربة عندهم جرأة لفعل ذلك لأجل الصحراء ولأجل المغرب ولأجل المغرب العربي ولأجل الجميع؟ يا أخي صلاح جاب الصحراء، وجاب المشكل ديال اسرائيل وديال التطبيع. اذا كان هكذا الجزائر تقطع العلاقه ديالها مع مصر، مع تركيا اللي دايره تطبيع مع اسرائيل. لا مع كل الاحترام الدول العربيه لا تقارن بالمحتل، نحن نتحدث عن محتل مطبع مع المغرب. شكرا لك عبد القادر، على كل حال اشكرك. احمد من فرنسا. السلام عليكم اخي صالح. وعليك السلام. أحسنت ما قلت، هذا هو الشيء أخي صالح. ولو حتى أنا جزائري، لو كنت تونسي ولا هذا يعني كرأيي نقولها باللي بلاد اللي جانا في المغرب العربي كنا ناويين إن شاء الله الرحمن الرحيم يكون المغرب العربي، ولو حتى هذه المشكلة نتاع الصحراء فيها حل إن شاء الله بإذن الله. ولكن كي يجي في طرفك جارك، كيما احنا حتى كيف تشري واحد المنزل أنت يا أخي صالح يقول لك قبل ولا تشري الدار شري الجار. راوك الصحراء على جنابنا. كيفاش بغيت اليوم الشعب الجزائري، انا ما نهضرش التبون، الشعب الجزائري هذا يقول لك مادام الصحراء حدانا اشياء يعني كرهنا نشوفوها يا اخي صالح، والله الا النيفو هابط. البارح يعني البارح كيما من كملوا المجتمع في الامريكان، راك شفت انت المندوب نتاع امريكا يرفد الاعلام نتاع امريكا ويدرك به الاعلام نتاع الجزائر. هذا يعني مازال في المناوشات، الملك يقول الكلام ويعاود هذا لي زومباساد نتاعو هذا كيديروا. على كل حال تبعت انا هذا الخبر، والمندوب بالتاكيد ربما اعتقد قد يلقى توبيخا من رؤسائه المغاربه. شكرا لك احمد من فرنسا. يعني دعنا لا نتعلق بالجزئيات ونبقى دائما فيما يهمنا جميعا. انا اقول والله صادق، هذه مرحله بامكان الجزائر وبامكان المغرب استغلالها. كيف ذلك؟ تعود العلاقه، تفتح الحدود المغلقة منذ 94. يا جماعة راهي حدود برية مغلقة منذ 94، راهي خسائر اقتصادية فادحة وخسائر أخرى لا تقدر بثمن. تفتح الحدود، يجلس الطرفين للحوار. أنا لا أقول كلام شعبوي، لا، هذا المفروض يتم يعني، ويترك الباب لهذا المسار الذي اختاره مجلس الأمن. الجزائر رابح، نعم، الجزائر أيضا كانت عنده أعباء، وبإمكان الجزائر أيضا، لا أدري أنا، في خلال الحوار أن يطرح بعض الأشياء، لا أدري، ربما يطالب الجزائر، يقول للمغرب بشكل ودي أعطوني منفذ على البحر، حتى طريق عرضه لا أدري أنا كيلومتر على المحيط، لا أدري، لكن أقول بشكل ودي كل شيء قابل للطرح.
بما فيها التطبيع. يستطيع الجزائر أن يعرض يقول أيها الأهل المغاربة، نحن المغرب العربي عندنا إمكانيات وعندنا دين يوحدنا وعندنا أخوة توحدنا، وابتعدوا على الصين حتى نبدأ صفحة جديدة حقيقية. المغرب إذا أراد أن يوازن مصالحه وخسائره سيختار الطريق هذا ويرمي بهذا المحتل المجرم، وهي فرصته. على كل حال كله قابل للطرح، ولكن أقول أن المصلحة للطرفين كبيرة في أي تقارب وأي جلوس على الطاولة. محمد من الجزائر. محمد يبدو فقدنا محمد. آخذ بعض المشاركات عن طريق الواتساب. عدوان من إسبانيا يقول الحكم الملكي الفاسد والحكم العسكري الفاسد، يعني النظامين فاسدين بنظره هو طبعا، لا يلتقيان، مستقبل الصحراء غامض. والله لو وضعت شوية تفاؤل يا رجل كان أفضل، يعني كل شيء وارد إن شاء الله، وإن شاء الله ما يكون كان الخير. ياسمين عياد تقول نأمل أن تحل مشكلة الصحراء لما يرضي جميع الأطراف، أما احتجاجات جيل زاد في المغرب فما زالت تنتظر الحلول البناءة، لهذا فربما يخرج الملك بخطاب جديد ليقول للمحتجين الآن فهمتكم، تقول ياسمين عياد. محمد من الجزائر. قرار مجلس الأمن يؤكد أنه لا حل في الصحراء الغربية إلا عبر تقرير المصير والتفاوض مع تجديد بعثة المينورسو. لا محمد من الجزائر، أنت فسرت القرار على كيفك يعني. لا